صباح العسل على الناس العسل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى يوم جديد وجديد خالص، والتصوير مش في المطبخ بتاعي. النهارده بقى بصور لكم كده من عندي امي. ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه. وقولوا لي بقى اللي يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم بقى قولوا لي. لو عايزين اصور لكم كل خميس هناك خلاص يبقى تمام، وهصور لكم هناك. عايزه ارحب بس بكل حبايبي اللي دخلوا ونوروني وشرفوني. اهلا بيكم بجد. كبرتوا عيلتنا الصغيره، ربنا يخليكم يا رب. واللي لسه ما اشتركش بقى يلا يشترك بسرعه وينورني. ونقول كده بسم الله. احنا النهارده بقى هنعمل اكل سهل وبسيط خالص. هنا بوريكم كده الفلفل الوان متفرز، ماما كانت حاطاه في طبق وحطاه في الفريزر، طبعا احنا طمعنا فيه وخدناه. ومعايا بتنجان هنخلله. معايا بقى شويه خضار كده، بصل وطماطم وفلفل اخضر، وهنعمل احلى طاجن لحمه في الدنيا، سهل وسريع. بصوا بقى، هي امي كانت مسلقه اللحمه واحنا حبينا بقى نحطها كده في طاجن ونعملها. وهعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه. وهعمل كمان الخبيزه القمر اللي كانت طالباها مني هوبه حبيبه قلبي. هعملها لك النهارده يا هوبه. ان شاء الله تعجبك. انا قشرت كده بقى كل الخضار. زودي بقى البصل، كل ما تزودي بصل هتلاقي الطاجن بتاعك بقى مسكر وزي العسل. الخضار اصلا بناكله عن اللحمة، يعني الخضار ده بيبقى مسكر كده ونحطه على الرز ويا سلام. كلي بقى وايه واشبعي كده. بصي بقى قلب اختي، كان حطيت هنا الفلفل الالوان، وكمان قعدت اقطع كده بقى في البصل. واليوم النهارده بصوا مش قادره اوصف لكم. اللي هيقيم الاكل دوت واليوم كده، وهتسمعوا حاجات كده في اخر الفيديو، وهتشوفوا حاجات مش قادره اوصف لكم. بصوا اسماء بتقول لكم باي باي اهي، بدات ندعت اهي، اسماء بتقول لكم باي باي. تسلم عليكم، وديما عايزه تسلم عليكم، وليلي عايزه تسلم عليكم. فمش عارفه اقول لكم ايه. بس كده. قعدت بقى اقطع كده بقى الخضار كله على بعضه هلا بيلا. و- وهحط بقى اللي احط له توابل كده، وهظبطه وهرفعه على النار. وانا بقى متعهده الاكل يوم الخميس عند ماما، يعني انا اللي بمسك المطبخ من اكلي للمواعين وكده، واسماء بقى ايه بتقوم الليله بقى تعمل الشقه وكده، بس نقعد نرازب بعض يعني طول النهار. اللي ما يعرفش اسماء بقى، اسماء صاحبة قناة قشطة وعسل، مطبخ قشطة وعسل. اللي بقى ما يعرفهاش يخش ويتفرج عليها. بجد كده حاجة عسلية وصغننة كده وهتعجبكم وصفاتها، وسهلة وبسيطة، وفيديوهاتها قصيرة ومش قادرة اقول لكم. خشوا بقى عندها كده وشوفوا ايه فيديوهاتها. حطيت هنا ورق لورا، ملح وفلفل وبهارات وقرفة، وكمان رشة من جوزة الطيب. ولو عندك مكعب ماجي حطي. للأسف مفيش، وكنت جايبة علبة ماجي لماما ونسيتها، نسيت اجيبها لها معايا. فحطيت بقى كده ورشة كمان من جوزة الطيب. قلت لكم رشة من جوزة الطيب. وهحط كمان معلقة سمنة كبيرة ورشة من الزيت، وهرفع كل الكلام الجميل ده فين على النار. بس يا دوبك يدبل بسيط وهرجع تاني. هنا بقى اللحمه كانت مسلوقه، قطعتها مكعبات صغيره. وزي ما انتوا شايفين الخضار كده ما سبتوش دبل قوي. طبعا اللحمه معانا مستويه، فلازم اسوي بس ده كده شويه على النار. وبعدين هيلا بيلا كده على الطاجن بتاعنا القمر ده، وهروح مدخلاه على فرن سخن. وهتاكلي احلى طاجن، تشمي الريحه والله العظيم. مش شكرانيه في الاكل بجد، ريحته كان تحفه وطعمه. واللحمه كده ناعمه وطريه لا لا بجد كان حلو قوي. هنا بقى الخبيزه اللي احنا فرزناها يا بنات مع بعض، شايفين خضرة وجميله ازاي؟ زي ما هي ما شاء الله اللهم بارك. حلو قوي. وهنا بقى معايا بقى الشوربه. طبعا الخبيزه بتبقى تقيله عن الملوخيه، ما بتبقاش خفيفه يعني زي الملوخيه، لا هي بتبقى تقيله اتقل من الملوخيه. بشرت لها هنا طماطمايه هنزل عليها. ومعايا كمان معلقه من الرز غسلاها كويس جدا، وهحط كله على بعضه كده وهرفعها برضو على النار. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده بجد والله، كانت قرفته حلوه وخلص على طول. هقلبه بقى كده واروح رافعاه كده على النار. يلا بقى لو لسه ما عملتيش لايك اعملي لايك حلو كده للخبازه وطاجن اللحمه الجميل ده. واشتركي بسرعه بقى كده في القناه ونوريني. هحط هنا رشه من الكزبره ورشه من الفلفل الاسود، وكمان ربع معلقه من السكر. وبرده لو عندك ماجي حطي، لان الماجي زيها زي الملوخيه، الخبزه زيها زي الملوخيه بالظبط، تحبي الماجي. هنا بقى قليت البتنجان كده وانا واقفه.
خلي ايدك كده والبوتاجاز شغال على كذا حاجه عشان تنجزي. معايا هنا فلفل احمر مفروم وثوم مفروم، ملح وفلفل وكمون وعصره ليمون وكمان خل، وهتاكلي احلى بتنجان. يبقى كمون، فلفل اسود وملح وليمون وخل وفلفل احمر حامي بقى او بارد براحتك، عايزه تحطي شويه شطه حطي، عايزه تقطعي شويه كزبره خضراء، يعني كان موجود بس انا نسيت خالص احط. هو بقى كتير حلو برضو مفيش مشكله. انا بقى زعلانه منكم علشان انتوا بتتفرجوا على الفيديو ومش بيهون عليكم خالص تعملوا له لايكات. والله اول ما اقول لكم لايك اسمعوا الكلام وروحوا دايسين لايك على طول، مش هياخد منك اي وقت خالص ولا مجهود. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب، اللهم امين. كل حبايبي اللي بيكتبوا لي تعليق كويس كده ويكبر بخاطري وكلام حلو، وكل حبايبي اللي جربوا وصفاتي وعجبتهم، بجد ربنا يخليكم ليا ما تحرمش منكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم الحاجه بتطلع حلوه بس عشان انتوا اللي عاملينها. هنا بقى بقت الدقه اللي اتبقت حطيت عليها بق كده من الميه وهنزل بيها على البتنجان. يا سلام شموا الريحه بقى، ايه العسل ده. لا 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 انا عايزه اروح اكل تاني. شايفين الطاجن القمر اللي طلع من البوتاجاز ده؟ لا مش قادره اوصف لكم، لا بجد جميل. وانا في اليوم ده كنت صايمه ومش قادره ادوق بقى ولا ملحي ولا عارفه ابص ولا اي حاجه. الله دي حلوه قوي يا خالتي، والطعم هيبقى جامد ولا ايه؟ ازيكم يا ولاد عاملين ايه؟ النهارده بقى انا هقيم اكل اميره. انا ما بعرفش اكلها بالبتاع ده، بالرز، خبزه بيزه. يا لهوي يا لهوي، استنى ادوق مره كمان عشان اقول لك ايه. هقول لك طعمها ايه في الاخر. اسماء هي اللي بتقيمني، واخدين بالكم؟ مش انتوا خالص، ماشي؟ استني بقى ادوقها بالرز عشان اطلع العيوب. طبعا انا بيهمني برضو رايكم انتوا، بس مش قادره اقول لكم على الريحه دي. ما جنبي بتنهار عشان عايزه تقول حاجه. شكلنا هنتغدى في البيت. عايزه اقول لكم بقى ان هي طعمها الخبزه بتاعت زمان دي. بصوا بقى، يلا يا ماما عايزه ادوق. وقفي. بصوا حته اللحمه، بصوا. ما انا بقى مش هدوق يا جماعه اللي بتجيبها بينهاروا جنبي ده. بصوا حته اللحمه تحفه. خلصيها والله العظيم. ادوق. بس البتنجان بقى في عيب، هقول لكم بقى ايه العيب اللي فيه. البتنجان في عيب بقى ان هو مش حراق، بس اميره عاملاه مش حراق علشاني عشان انا تعبانه. خصوص اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس، ولازم تعملوا كومنت، ولازم تعملوا الخبزه بيزا طعمها حلو قوي. كلام ليلي ديما، واعملوا لها لايك كتير 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 كتير، واحلى خبيزه على قلبكم. باي باي بقى عشان نتغدى. لماما